كيف توازن ما بين الطيبة والتسامح وما بين عدم السذاجة والاستباحة؟ أولا، رقم واحد، هم 4 خطوات. أولا، في خطوة في العقل، وهي قبولك إن ده جزء من خبرات الحياة المتراكمة. أنت محتاج عقلك يقبل إنك أنت عندك بولاريتي، يعني عندك قطبية، يعني يا إما أنت شديد قوي وقاسي، يا إما طيب ومستباح وساذج والناس بتستغلك. عشان تعرف تجيب دي شوية كده وتجيب دي شوية كده لغاية ما تبقى حكيم توازن ما بين القوة والرحمة، فيبقى عندك رحمة يتحاكى عنها حبايبك، وفي نفس الوقت عندك قوة وتستطيع وضع الحدود. اسمح لنفسك تاخد الكلام ده بالتراكم، انك مرة تبقى شديد فتندم، ومرة تبقى مستباح فتندم، ويفضل ألم الندم ده يعلمك. بس عشان تعرف بعد ما تفهم ان دي جزء من تراكمات الخبرة، محتاج يبقى عندك أستاذ، شيخ. الشيخ ده إما يكون حد بتسأله، المنتور بتاعك، الأستاذ اللي بيوجهك، فتقول له عملت كذا، هو دي قسوة ولا ده الطبيعي؟ من حقي إني أرفض حاجة مش متناسبة مع قيمي، إني ما اروحش مكان مع ناس بحبها بس المكان ده ما يرضيش ربنا، إن حد عايز ياخد مني حاجة بتاعتي وأنا محتاج أقول له لأ بعد إذنك، وحد تاني أقول له اتفضل على عينيا. هو فتسأل، فيقول لك أستاذك الذي سلك الطريق ثم عاد فأخبر القوم بما استفاد. دي فكرة الأستاذ، إنه عنده رحلة، عنده فيها تجارب طبعا معجونة بقى بالقرآن والسنة، وشارب هو من النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلام ربنا. فيقول لك ممكن يبقى أبوك، ممكن يبقى أستاذك، معلمك، أيا كان، أمك، في الآخر محتاج حد يديني الخبرة دي. ومما يعطيك الخبرة رقم 3 سماع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هتشوف دي مميزة جنب مئات الآلاف من اللفتات المميزة في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مش كده برشح لك تسمع برنامج نور. كنا عملنا من فترة كده برنامج عن السيرة، يعني الفريق اجتهد جدا في تحضير هذا البرنامج، وانا يعني بشوف ان هو في بعض اللفتات اللي ممكن تساعد اي حد عايز يوازن ما بين القوة والرحمة يتعلمها من النبي عليه الصلاة والسلام. فسماع السيرة وكيف النبي كان رحيم بحبايبه ورحيم بأعدائه، وقوي في وقت من الأوقات مع حبايبه عشان يعلمهم ويربيهم، وقوي طبعا مع أعدائه. كيف توازن ما بين القوة والرحمة؟ ده تيجي من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اسمح، ودي خطوة عقلية عشان ما تحبطش في نفسك، اسمح انك تتراكم خبرتك، خلي عندك أستاذ تستشيره في المواقف عشان يوزن لك المسألة دي. اسمع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو سمحت لا تستهين بالدعاء، ادعي بالرشاد، والرشد له علاقة بالحكمة في اتخاذ القرار وحسن التصرف. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني استمد من الرشيد سبحانه وتعالى. اعمل كده ال4 حاجات دول وانت تشوف ربنا. خلي كده دعوتك دي 100 مرة كده على سبحتك، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. خد الورد ده واظب عليه، وانت إن شاء الله توصل للي انت عايزه بإذن الله، أو حضرتك يعني، لأن السؤال من البنت.